تفاجأ العديد من أهالي الناصرة في الآونة الأخيرة من تلقي مخالفات سرعة تم ضبطها عن طريق الكاميرا المتواجدة في منطقة التفاف الناصرة، وقد امتعض الأهالي من هذه المخالفات بحيث اعتبروها غير قانونية وغير عادلة لعدم وجود أي إشارة تدل على أن السرعة في المفرق هي 50 كيلومترا في الساعة. من بين المخالفين سيدة حصلت على 6 مخالفات على مدار 6 أيام متتالية في المنطقة ذاتها. الكاميرا السرعة هاي اللي موجودة هي انعملت بس عشان توقع السائقين، ما فيش لها أي هدف تاني يعني. لو إنه عن جد إن هدفهم إنه الناس تسوق على مهلها بهذيك المنطقة كان حطوا على القليل لافتات، بس لافتات ما فيش. كاميرا نعم في الكاميرا هدفها إنها توقع السائقين، وأنا حسب رأيي بس عشان يدخلوا أكثر مصاري. يعتبر الكثير من أهالي الناصرة أن الشارع الالتفافي هو شارع خارج المدينة، وأن السرعة المسموح فيها تصل إلى 70 كيلومترا، فهل هذه المعلومات صحيحة؟ رافقنا أستاذ السياقة عوني أبو حطوم لنعرف الإجابة. المفروض تشوف الإشارة هسه كمان شوي راح تشوف الإشارة أنك أنت داخل منطقة بلدية، وهاي بتضلها سارية المفعول لبين ما تشوف إشارة بتقول لك أنك أنت خارج منطقة بلدية أو نهاية طريق بلدية. هاي الإشارة. فمجرد أنت إن وجدت وشفت هاي الإشارة من هاي اللحظة أنت السرعة القانونية 50 بغض النظر لوين توجهت. أوكي، هون على الشمال عندك إشارة 70. مزبوط. هاي هي تعتبر سرعة خاصة، إحنا بنسميها سرعة خاصة. هاي السرعة الخاصة سارية المفعول لحديث أول مفرق بتصادفه. فإحنا كمان شوي صغيرة وصلنا للمفرق اللي هو نزلة بيج هاي اللي هون موجودة، فأوتوماتيك هاي تلقائيا هاي الإشارة تلتغى وبنرجع للسرعة الأصلية. بما إنه إحنا في داخل البلد فالسرعة بترجع لسرعة 50، وكل مداخل الناصرة موجود عليها هاي الإشارة إنك أنت داخل منطقة بلدية، وبالتالي السرعة 50 ما عدا مثل هاي الحالات اللي هي موجودة سرعة خاصة. فهاي السرعة الخاصة بتضلها سارية المفعول، جيت على أول مفرق وما جددوش الإشارة كمان مرة السرعة الخاصة اللي هي 70، فتلقائيا تلتغي 70 وبنرجع ل50 حسب السرعة الأصلية اللي في داخل البلد. طبعا هذا الشارع هنا السرعة 50. طبعا في مصيدة معينة بهاي الكاميرا اللي هنا. أول شيء دائما لما أنت بتتسلم أو بتتلقى بلاغ عن مخالفة أو المثول لمحكمة، أول شغلة لازم تستشير محامي مختص بهاي الأمور. اللي سمعته أنا إنه حصريا بهاي الكاميرا اللي موجودة عند الكلاب ماركت في مشكلة اللي هي عم تتداول إسا في أروقة المحاكم بالناصري، ولازم يبث في هاي القضية خلال 2 أو 3 أو 4. فاقتراحي أنا كتوصية ومش استشارة قانونية إنه الواحد يتوجه لمحامي يستشيره. بحسب تصريحات سابقة لشرطة السير فإن هذه الكاميرات لا تهدف إلى جمع الأموال من المواطنين لتعبئة خزينة الدولة. إن كان هذا صحيحا فكان الأجدر في مثل هذه الحالة أن توضح السرعة المسموح بها منعا لأي التباس.